والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. المؤمن إنسان نبيل وإنسان كريم وعظيم. المؤمن كائن رحيم، كائن أمين، عفيف، صادق، نزيه، عادل، مقتصد غير مغال، ضابط لشهوات نفسه، مالك لزمامها، لا يندفع اندفاع الحيوان أو الوحش الكاسر وراء غرائزه الغضبية أو الشهوية. ومن هنا منبع التحضر الإنساني الذي ينتمي إلى كل ما هو إنساني. قد يقول قائل: دعاوى عريضة لا نرى لها ترجمة في واقع من يدعون مؤمنين، ولكن هذا هو المؤمن القرآني، هذا هو القرآن. اتركوا حتى كل كلام الفقهاء، ليس كل كلام الملتافين الإرهابيين السفاكين السفاحين، لا، اتركوا حتى كلام الفاقهين العلماء الراسخين، واقرأوا كتاب الله وحده. تالله لو قرأه كافر غير مؤمن به، غير مؤمن بمصدره وينبوعه، لأقر بأن هذا الكتاب يعمل على صياغة وبناء إنسان بهذه الصفات التي ذكرت وبأمثالها وأمثالها وأمثالها. هذا المؤمن قرآنيا. لكن أن يأتي أنفار من الناس ويختطفوا الإسلام ويصرون على أنهم صورة المؤمن، مثال المؤمن، هذا لا يفرح به ولا ينخدع به إلا ملتاث مثلهم، حتى من أعداء هذه الأمة ملتاثون، لأن كل أولئكم الذين يتساعدون ويتآزرون ويتصادقون في سبيل تعزيز الحقائق، احترام الوقائع الصلبة الثابتة، هم خدم البشرية، هم البشر. أما أولئك الذين يعملون على تزييف الحقائق وتشويه الوقائع، وبالتالي تشويه إدراك البشر وفهم البشر للحقيقة
ومتفرعاتها أيها الإخوة، فهؤلاء شياطين في مساليخ بشر أو ملتاثون، بشر يعانون من اعتلال نفسي واختلال عقلي بمعنى ما من معاني الاعتلال والاختلال، فلسنا من هؤلاء ولا هؤلاء منا. هذه الآيات أيها الإخوة إذا ضممناها إلى نظائر كثيرة لها في كتاب الله، كالآيات التي صدرنا بها الخطبة السابقة من سورة الشورى، كالآيات الأوائل أيها الإخوة من سورة المؤمنون على الحكاية مرفوعة، وآيات أخرى كثيرة. كتاب الله طافح غاص مملوء بهذه الآية الجليلة الكريمة التي تحدد وتعرف من هو المؤمن، ما هو الإيمان، من هو المؤمن، ما هو الإسلام، من هو المسلم. القرآن مملوء من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. إذا ألقينا ضوءا أيها الإخوة أو تضوأنا بالحري أو بالأحرى بأضواء وأنوار هذه الآيات الكريمة، علمنا أن القرآن لا يمكن أن يتصادق، أن يتصالح مع العقليات الأصولية. وأنا لا أتحدث فقط عن الأصولية الإسلامية وإن كانت تعنينا في المقام الأول، ولكن عن سائر الأصوليات. هناك أصوليات سياسية، الفاشية أصولية، النازية أصولية، الصهيونية أصولية، وهناك فاشيات دينية كثيرة، الفاشية اليهودية، عفوا الأصولية اليهودية، الأصولية النصرانية، الأصولية الإسلامية، حتى الأصولية البوذية، الأصولية الهندوسية، الأصولية الكونفوشيوسية، أصوليات كثيرة انفجرت أيها الإخوة في الثلث الأخير من القرن العشرين بشكل لم يكن متوقعا، لم يكن متوقعا، وبعدت الشقة واتسعت الهوة جدا إلى الأمد الأقصى بين المتدينين أو ذوي العقليات المزاج الديني وبين العلمانيين أو الدنيويين الذين ظنوا أنهم سيطروا على فضاء التاريخ وفضاء الواقع. خرج لهم هؤلاء الأصوليون بشكل انفجاري، وفي البداية لم يكد هؤلاء الدنيويون أيها الإخوة يصدقون ما يرون، ظنوا أنه شيء عابر سريع وسينقضي كعود ثقاب، هكذا كشهاب التمع في ليلة حندة ظلماء ثم اختفى. لكن الأمر تمادى ولا يزال يتمادى، ولا يزال يتمادى. الذي أحب أيها الإخوة والأخوات أن أدير عليه حديثي، أن أجعله محور حديثي في هذه الخطبة التي أسأل الله أن يباركها وأن ينفع بها، هو أن العقلية الأصولية تفقدك إنسانيتك. حين تعرف معنى أن تكون إنسانا ستعرف مباشرة أنك لا يمكن أن تقبل على نفسك أن تكون أصوليا،